يوم لما كان بيلعب بالعربية بتاعته في الجراج مع بابا كان سايبه يلعب جنب منه بالعربية الصغيرة، وشاف ادهم وهو بيلعب صندوق وفضل يحاول انه يفتح الصندوق وما كانش عارف جواه ايه. سأل بابا وبيقول له يا بابا انا عايز اعرف ده جواه ايه. بابا حذره منه، قال له ده امانة عندنا ما ينفعش تقرب لها، ممكن تسيبه في حاله. لكن نظرات ادهم ما كانتش تطمن ان ادهم هيسيبه في حاله، وفعلا ادهم نزل بالليل وفتح الجراج ودخل وحاول يفتح القفل، وفضل يحاول لحد ما بالفعل قدر انه يفتح الصندوق. واول ما فتح الصندوق وبيبص جوه الصندوق اكتشف ان جواه ادوات بتاعه البلياتشو. ولما فتح الصندوق قعد يطلع الحاجه اللي جواه ويتفرج عليها، ولقى ماسك شكله غريب. اول ما لبس الماسك لقى نفسه طاير في الهواء وبيقدر ان هو يعمل حركات بهلوانية، وكان مش شخصية ادهم نهائي، كانت شخصية تانية اللي بتتحرك واللي بتتكلم، وتصرفاته ما كانتش غريبة، ده كانت غريبة جدا، وكان عنده تحكم غريب مش طبيعي. العربيات اللي كان بيلعب بيها بقى يطيرها في الهواء، وبقى هو نفسه شخصيا بيطير وبيعمل حركات مخيفة جدا. وكان السر في كل ده انه لابس ماسك، والماسك هو اللي كان بيحركه، وكان بيبص في المراية شايف واحد تاني، ولما قلع الماسك لقى نفسه خايف وما كانش قادر ياخد نفسه، وحس ان الموضوع غريب. وبعديها تاني يوم بيبص للماسك وكان متردد يلبس الماسك ولا لأ، وبالفعل لبس الماسك. بيبص في المراية لقى نفسه تدريجيا برضه اتحول وخرج بره في الجنينة، بقى يطير فراشات بالسحر، ولقى نفسه عنده إمكانية إنه يعمل حاجات غريبة ما كانش بيقدر يعملها وهو مش لابس الماسك. ولمس الوردة حولها من وردة حمراء لوردة تانية بلدي مفتحة، وكان شكلها غريب. قلع الماسك وكان تعبان وكان منهك وقعد في الارض مش قادر يفهم. قال لاصحابه على السر وجابهم، لكن اصحابه انتظروا يعمل حاجه قدامهم لكن ما عملش. اتاري الفكره ان الماسك ما بيعملش كده غير مع ادهم بس، وقعدوا يتريقوا عليه اصحابه ومشوا. وفي نفس اليوم بالليل الكلب كان بيهوهو لان كانت السلسله تعباه. خرج ادهم من البيت وفضل يجري ويطير وهو لابس الماسك لانه بيديله قوه خارقه، وقام مشاور بايديه فك في ثواني الحبل من رقبه الكلب، والكلب بقى حر، وانقذ الطفل دوت من ان كان كلب تاني كان هيعضه، والطفل ما كانش فاهم مين اللي عمل كده. وبدأ التعب يشتد على ادهم، وبدأ انه يكون جسمه هزيل اكتر. وبابا تاني يوم لما دخل الجراج لقى الماسك محطوط لوحده والصندوق مفتوح. قرر ادهم ان هو يقول لبابا انا فعلا اسف يا بابا اني اتصرفت غلط من وراه. وكان الاب شاطر واحتوى ابنه وحضنه وطبطب عليه وقال له بلاش الماسك ده عشان انا خايف عليك. تفتكروا الماسك دوت فيه قوة سحرية فعلا ولا لأ؟ انتظرونا في الجزء التاني، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا المايك هيعمل ايه.